سهى، ازيك؟ ازيك انت يا الحمد لله. احكي لنا، لو انا طالب لسه في ثانويه عامه وعايز اختار الجامعه، ايه الحاجات اللي المفروض اخد بالي منها وانا بسأل عن الجامعات عامه؟ بص، هو دايما بيبقى اول حاجه مهمه بالنسبه لنا ان احنا لازم اول ما افكر ان انا عايز جامعه لازم ابقى اتليست عارف الانفايرمنت اللي انا عايزه ابقى فيها. انا بشوف ان دي من اهم الحاجات اللي موجوده دلوقتي. احنا عندنا different categories وديفرنت فرايتيز وفي اماكن كتير ومنتشرين، بقتش مربوط بحته معينه. على فكره either برايفت او اهليه او حكوميه او كده، انا اهم حاجه بالنسبه لي انا عايزه ابقى بانفايرمنت عامله ازاي. الجامعات كاتيجوريز، مش فكره فلوس، لا، فكره كاتيجوريز انفايرمنت وايز هي عامله ازاي، وانا حابب اكون في كلتشر شبهي ولا مش شبهي. كلتشر which culture بالظبط. انا حابب الدنيا تبقى بس ان انا في ناس بتدور على activities، بس في ناس بتدور على academics، بس في ناس عايزه لا حياه موزونه بين الاثنين وهكذا. فدي انا بشوفها الحاجه النيه. تاني حاجه مهمه على هي قرب المكان ليا، لان ده اللي بيخلي الطالب يا يحضر يا ما يحضرش. ساعات كتير لو المكان بعيد عني هتلاقي عندي صعوبه، حتى لو انا طالب شاطر وملتزم بس عندي صعوبه في ان انا اروح المكان، اكسل. لو انا مثلا حد مغترب هتلاقي عندي صعوبه لو حصل اي حاجه والفاميلي ابارتس والحاجات دي كلها او اي مناسبه، في حاجات بتتفاوت. فكل ما كان بقى خلاص الفاليتيز زي ما قلت بقت كتيره وفي كل حته وفي كل مكان، فليه ابعد لو انا عندي الاوبورتيونيتي ان انا بقى في القريب. انا بشوف ان دول الحاجتين اللي في الاول ابص. بعد كده لو انا هاجي ابص بقى على اكاديميكس وايز، انا بحب دايما او بقول بنصح كل الناس هي الاكاديميكس واحده افري وير. يعني احنا مور وليس كل الفاكولتيز تلاقيها شبه بعضها او تماثل بعضها مع فروق بسيطه، كل واحد حسب ما حط كورس شير كورس على كذا. وعلى فكره الدكاتره والاستاف برضو نفس الكلام. يعني اخره الاول انا بدرس هنا وممكن اروح بارت تايم هنا واروح بارت تايم هنا واروح بارت تايم هنا، وبرضو ستيل هي المنظومه كلها شبه بعضها. لكن ايه اللي يفرق واحده عن الثانيه؟ اللي هيفرق هو الدليفري او بالمعلومه دي في المكان ده بتوصل ازاي. بمعنى هل انا بديليفر بس المعلومه اكاديميك كويس اللي انا احفظك الحاجه او ان انا ادي لك الحاجه وتفرق معاك كجريد وتجيبني ايه فقط لا غير، ولا انا لا بعلمها لك انك انت تشربها وتفهمها وتحبها بقى بالويز المختلفه اللي ممكن تبقى موجوده حواليا. دي الحاجات اللي انا ببص عليها. هو الناس اللي في الجامعه دي مكسسين بانفايرمنت الجامعه التعليميه زي الكالتشر بتاعتهم العاديه برضو، ولا دول الحاجات الاساسيه. انا لما اجي ادور على، مش بدور على اقول لك اللائحه وريني اللائحه وريني الجريدز ودي الايشو. دول كلهم واحد في اخر كلنا as private universities at least كلنا تحت الامبريلا اوف المجلس الاعلى للجامعات. فهتبقى يجي يقول لي الشهاده متعادله مش واحنا كلنا في علينا ختم النسب طالما احنا متعادلين او واخدين الابروفل من المجلس الاعلى للجامعات. لكن ايه اللي يخليني اختار جامعه عن جامعه؟ هو the way they deliver المعلومه. اخر حاجه بقى ببص عليها هم الجراديويتس او الستودنتس، حتى ايفن بتوع الجامعه دي هم فين من المجتمع، فين من الكوميونتي اللي حواليه. هل هم ثابتين نفسهم وموجودين وبيتعينوا وبيشتغلوا وظاهرين في كل حته، اذا الكومبيتيشنز اذا الاكتيفيتيز بتاعت اليونيفرسيتيز اي في السبورتس، هتلاقيه في كل حاجه. هل هم ظاهرين وموجودين، ولا هي الجامعه مقفول عليها حاجه صغيره بس رايح وراجع من الجامعه واخد في الاخر شهاده او ترانسكريبت وجي بي اي وانا اروحها زي ما خرجت منها. مش التعليم بس كل حاجه، الحاجه ما هي دي عباره عن تكوين الشخصيه الكامله اللي بتخليني قادر ان انا اشوف المجتمع بتاعي ده واواجهه بعد لما اخلص. فلو انا ما عشتش جوه المجتمع ده وتاسست صح، تكتب طوبه فوق الطوبه كده في شخصيتي قبل كاريري ودماغي، مش هعرف الترس كارير. فلازم ابص كويس قوي على الستودنتس اللي فيها والجراديويتس اللي طلعوا منها، لازم اقابلهم دول، لازم اكلمهم اعرف هم فين، يعملوا ايه، حياتهم عامله ازاي، واشوف الديفرنت كاتيجوريز منهم، الشاطر واللي نص واللي مش شاطر حتى هو ليه مش شاطر وهكذا. وما اخدش دايما، انا بقول لهم حتى حاليا ما اخدش الكلام بس الكومنتس نيجاتيف من اي حته مش موثوق منها. لازم اروح انا المكان، انا بحب كده اروح المكان واشوف ناس واصحابه يمكن يكونوا مثلا معرض زي ايديو جدا حاجه كويسه ان عندي البوسيبيليتي ان انا اعمل كده فيها. ليه؟ كل الجامعات موجوده بالستاف بتاعها، موجوده بالستودنتس بتوعها، ساعات بيجيبوا جراديويتس بتوعهم، فانت بتاعت تقابل كل الفاريتيز في مكان واحد بدل ما انت كمان اللي تلف. ده مكان موثوق فيه مش عيب. لكن ما اروحش بقى على سوشيال ميديا بيجز ما حدش عارف عنها حاجه وبس ناس عماله تخبط في بعضها
بيبقى معظمهم ساعات كمان كتير مش بيحكموا صح لان هم مش فاهمين، او ناس اصلا داخله فعلا عايزه محاربه، يعني بيحاربوا اللي قدامهم بس فور ان هم بيحاربوا عشان هو حد ناجح او كده، فلا يمكن ارائهم مثلا صحيح. فلازم اخد من مكان موثوق فيه، ما اخدش الانفو كده وخلاص. فدي المنظومه على طيب سؤال اخير، لو انت قولش عليكي از كمبيوتر ساينس واحد بحبها، بس انا مش عارف لو دخلتها ابقى شاطر فيها او لا، ولسه ما دخلتهاش، فتنصحيني بايه؟ لو انا بحبها وانترستد فيها ادخل عادي خالص، لان هو راكب المكان اللي انت هتروحه ايا كان هو عامل ازاي، ان هو يبقى عامل حسابه من اللي جاي له ده جاي فروم سكراتش، ما عملش حاجه خالص. ومش بنصح باي حاجه، زي ما حتى اللي بيجي بقول له تعالى حتى لو انت زيرو بس انت عايز تعمل كده، طالما انا عايز اعمل كده دي بقى بشغلتي، ان انا انت حابب وعايز، انا بقى هبوشيو ان انت تعرف كل حاجه في المكان ده وهدايركت يو صح. بس اهم حاجه ان انت تبقى حابب وعايز، مش داخل غصب عنك، مش داخل علشان هي ترند، مش داخل علشان خاطر انا اهلي عايزيني ابقى كده، مش داخل عشان هي هتجيب فلوس كمان لا، لازم ابقى حابب وانترستد فيها وعايزها بجد، هنجح فيها في ايا كان المجال، لان احنا كل مجالاتنا سهله وكل مجالاتنا سهله انجح فيها، بس احبها. فما فيش حد بيدخل حبيبها ما بينجحش. تمام، شكرا جدا ليكي ولوقتك. بعد ما خلصت ثانوية عامة جت فترة اختيار الجامعة، واللي كانت من أصعب الفترات بسبب الاختيارات الكتيرة. عندك جامعات حكومية وخاصة وأهلية، طب ايه الفرق؟ طب ايه الأحسن؟ طب ايه الأرخص؟ طب ايه الأغلى؟ مش عارف، التفاصيل كتيرة والاختيارات كتيرة. فضلت بدور لحد ما بالصدفة رحت ايفنت اسمه ايديو جيت. الايفنت ده كان مجمعين فيه كل الجامعات اللي موجودة في مصر بمختلف أنواعها في مكان واحد. والسنه دي وانا بصور الفيديو انا كنت الممثل الجامعه بتاعتي. في الايفنت ده بتقدر تتكلم مع طلبه من كل جامعه، تعرف تفاصيلها، تعرف اسعارها، تعرف مميزاتها، كل ده في مكان واحد. وكان كمان موجود السفاره الامريكيه بيقدموا مجموعه من المنح، موجود شركات السفر للدراسه بره مصر، واي حاجه تخص التعليم الجامعي متجمعه في مكان واحد. كمان قابلت دكتور سهى عميدة كلية الحاسبات والمعلومات، وكلمتني عن ازاي اختار الجامعة المناسبة ليا. احكي لنا، لو انا طالب لسه في ثانويه عامه وعايز اختار الجامعه، ايه الحاجات اللي المفروض اخد بالي منها وانا بسال عن الجامعات عامه؟ either private او اهليه او حكوميه او كده. انا اهم حاجه بالنسبه لي انا عايزه ابقى environment عامله ازاي. الجامعات كاتيجوريز، مش فكره فلوس، لا فكره كاتيجوريز environment wise هي عامله ازاي، وانا حابب اكون في كلتشر شبهي ولا مش شبهي. ساعات كتير لو المكان بعيد عني هتلاقي عندي صعوبه، حتى لو انا طالب شاطر وملتزم اكسل. هل انا بديليفر بس المعلومه اكاديميك كويس اللي انا احفظك الحاجه، او ان انا ادي لك الحاجه وتفرق معاك كجريد وتجيبني ايه فقط لا غير، ولا انا لا بعلمها لك انك انت تشربها وتفهمها وتحبها بقى بالويز المختلفه. لو حابب تسمع اللقاء كامل هسيب لك اللينك الفيديو كامل في البايو تقدر تتفرج عليه. ودي كانت من الفرص اللي فرقت معايا جدا في اختيار الجامعة. الايفنت ده بيتعمل كل سنة في شهر 8، وده مش اعلان، دي حاجة انا جربتها وفرقت معايا. فابعت الفيديو لو ليك حد في ثانوية عامة محتار يدخل جامعة